السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نهضروا على كيفاش تصاوب سيفي من الصفر بالنسبه للناس اللي اول مره غادي يقلبوا على ستاج او لا اول خدمه. والسيفي بطبيعه الحال يكون بطريقه زوينه، واهم حاجه وهي انه يكون بدون اخطاء. غنهضر بطبيعه الحال بصفه المذكر، ولكن الفيديو موجه لكم كاملين اناث وذكور. بالنسبه لبعض الناس السيفي بروفيسيونيل بالنسبه لهم هو هذاك السيفي اللي مزوق وعامر بزاف، ولكن هذا مفهوم خطا. السيفي بروفيسيونيل هو السيفي اللي ما فيهش اخطاء ومحترم المعايير المتعارف عليها، بحال انه تكون ميزون باج زوينه في تباعد الاسطر ونوع الخطوط اللي غادي تكتب بها، وكذلك حجم ديال الخطوط، بس صوب سيفي يكون موحى. المهم هذا المثال اللي غادي نهضر عليه في هذا الفيديو راه غتلقاو الرابط ديالو في صندوق الوصف في الديسكريبسيون، وهو مثال بسيط بصيغه الوورد بطبيعه الحال، سهل في التعديل وفيه اكثر من 5 ديال الالوان. خذ اللي عجبك ويلا نبداو. انا يوسف بحله وهذا فيديو من سلسله تنقلب على خدمه. كما قلت لكم في هذا الفيديو غادي نعطيكم المعلومات اللي تقدروا تكتبوا في السي في من الاول حتى الاخر. المهم اول حاجه في السي في وهي الصوره الشخصيه. بغيتي ديرها مرحبا، ما بغيتيش ديرها حيدها، ولكن الا بغيتي ديرها حاول انها تكون احترافيه وبالباس مزيان وبخلفيه موحده. ملحوظه، الا شفتي شي انونس وبانت لك بان الصوره الشخصيه خاصها تكون، ففي ديك اللحظه ما كتعتبرش اختياريه، ولكن خاصك ديرها ضروري. ندوزو ثاني حاجه المعلومات الشخصيه ومعلومات الاتصال، بحال سميتك وكنيتك ورقم الهاتف، ولكن من الافضل ان رقم الهاتف يكون واحد ماشي كتر، لانك يلاه مازال مقبل على سوق الشغل، يعني اول خدمه او لا اول ستاج راه يقرروا انهم يتصلوا بك ويديروا النمره الاولى وما تخدمش، كون على يقين ما غاديش يزيدوا يقلبوا على شي وسيله تواصل اخرى باش انهم يعيطوا عليك. دير نمره وحده ديما خدامه عندك وها انت مهني. من بعد الايميل، حاول تصاوب ايميل عادي فيه سميتك وكنيتك @. لقيتي ديجا كاينه في الجيميل، شوف الهوت مايل، اوتلوك، الياهو، المهم سميتك وكنيتك. من بعد عنوان السكن، فين انت ساكن. وبالنسبه للحاله العائليه والعمر راه في بعض الدول ممنوع انك ديرها، ما كايناش في هذا النموذج لانه معمم على كل الدول. بغيتي تزيدها راه بطريقه سهله. المهم نكملوا. الا عندك رخصه السياقه زيدها هنا باسم بيرمي دو كوندوير كاتيجوري بي او لا سي او لا، شوف انت شنو عندك مثلا، ولكن ما ديرهاش في شي قسم اخر لانها ماشي دبلوم او لا خبره. ومن بعد دير واحد اللمسه زوينه عليك، وهي نبدا عليك بمسمى بروفيل او لا ابروبوز دو موا، لان عندها دور كبير بزاف وتقدر تلعب الدور ديال ليتر دو موتيفاسيون، راه اغلب الار اش تيقراوها. المهم نعطيكم مثال وانتم عدلوا عليه. Titulaire d'un diplôme technicien spécialisé en développement informatique, je suis actuellement à la recherche d'un stage en entreprise ou dans des structures publiques afin de mettre en pratique mes connaissances en développement informatique. Ce métier m'épanouit car je maîtrise parfaitement les langages de développement web et je suis polyvalent en informatique. Je dispose d'un certificat anglais professionnel et je parle le français. وهانت صوبتي نبدا زوينه عليك في السي في ديالك. ملحوظه، واحد التعليق شفتو كان في الفيديو اللي كان قبل، راه ممنوع في السي في لي برونون بيرسونيل بحال موا جو مون. متفق معاك، ولكن ممكن ديرها في هاد لا ريبروك اللي مسمينها بروفيل او لا ابروبوز دو موا وحدها لا غير. واحد دقيقه من وقتك قبل ما نكمل عمليه الاشتراك، ما غاديش تاخذ منك اكثر من 5 ديال الثواني. عمل اشتراك للقناه ديالي وان شاء الله غادي نعمل على فيديوهات جداد. المهم ندوزو القسم فورماسيون. قسم فورماسيون راه ساهل، الدبلوم المحصل عليه من تحت سنة الدراسية وسنة التخرج والمدينة، ومن تحت اسم الجامعة أو المدرسة، وهاد التراتبية كل واحد كيفاش كيدير ليها، ولكن من الأفضل أنك دير اسم الدبلوم المحصل عليه هو الأول وأونغرا. مثلا تكنيسيان سبيسياليزي اون ديفلوبمون انفورماتيك، من تحتها 2012-2014/SALU انستيتوت سبيسياليزي دو تكنولوجي ابليكي من تحتها. مثلا نزيدوا واحد مثال اخر بكالوريا اون سيونس دو لا في و دو لا تير، من تحتها غابا /2011-2012 ليسي ابو شعيب الدكالي. ملحوظه، حاولوا تحيدوا لي زابريفياسيون وبركه من العجز. كتب اسم المدرسه كامله ولا التخصص كامل، اما ديك استيا اس في تي ديرها بين قوسين، ولكن كتب اسم المدرسه ولا التخصص كامل في الاول. وهذا القسم طبعا غادي ديروا اون اوردر كرونولوجيك، يعني بترتيب من اخر دبلوم خديتي وانت هابط. في حالة الا عندك شي ستاج واحد، حاول انك تكتبو تحت الفورماسيون في قسم اكسبيريونس بروفيسيونيل،
واحد النقطه بغيت نهضر عليها في السي في، في حاله الا عندك ليكسبيريونس بروفيسيونال عامره وتتشوفها هي نقطه قوه بالنسبه للسي في ديالك، حاول انك تقدمها على الفورماسيون. راه ما كاينش شي حاجه تتقول بان هادي قبل من هادي ولا هادي مور هادي، من غير انك تقدم الغيبغيك اللي تتشوفها نقطه قوه بالنسبه لك، يا اما الفورماسيون او لا ليكسبيريونس بروفيسيونال. نرجعوا كما قلت لكم، الا عندك شي ستاج من قبل حاول انك ديرو على هذا الشكل: اسم الشركه والتاريخ بالشهر والسنه والمنصب اللي كنتي شاد والمهام اللي كنتي درتي، ماشي ديك 3 موا دو ستاج او سين دو سوسيتي اكس، 6 موا دو ستاج او سين دو سوسيتي ايغريك. راه المشغل بغى يعرف اش كنتي شاد وشنو المهام اللي كنتي تدير في ديك ليكسبيريونس. من بعد تيجي قسم لي كومبيتونس. في هذا القسم حاول انك تعمل اي مهارات، راه السي في ديالك مازال خاصو يعمر بشي حوايج اللي يكونوا يميزوك على غيرك، وهذا القسم غادي تكون به سيدي ومولاي. دير اولا لي كومبيتونس الخاصين بالدومين ديالك، ومن بعد مثلا ميتريز باك اوفيس، وورد، اكسل، باوربوينت، لاكسيس، لاوتلوك، الببليشر. راه الباك اوفيس راه كبير. مثلا ميتريز لا سويت ادوب فوتوشوب، ان ديزاين، الستراتور، الافتر افكت، الادوب بروميير. راه هاد البرامج ولاو مطلوبين بزاف في سوق الشغل. مثلا ادمينستراسيون، جيستيون و بلانيفيكاسيون دي بوبليكاسيون سور لي سيت ووردبريس اي لي ريزو سوسيو، انك تقدر تتعامل مع الادمينستراسيون ديال الووردبريس، وكذلك تقدر دير صفحات في الفيسبوك والانستغرام والسوشيال ميديا كامله. راه شي حاجه اللي هي واعره. utilisation des outils de marketing digital comme Google Ads et Facebook Ads، انك تعرف دير حملات اعلانيه في جوجل والفيسبوك ادز. وهاد المهارات اللي قلت راه هما واحد النقاط قوه لاي باحث عن عمل، وراهما ساهلين وموجودين في لوتو فورماسيون سواء في اليوتيوب سواء في لي سيت اللي هما خاصين بالتعليم. ومن بعد الا بغيتي تزيد دوك المهارات الشخصيه بحال اورغانيزي، كرياتيف، سيريوز وما الى ذلك زيدهم. اما انك تركز على هاد المهارات الشخصيه على اساس انهم هما الاساسيين في السي في كما تنشوف الاغلبيه تدير، راه غيكون السي في ديالك ناقص وما فيه شي حاجه مميزه اللي تخلي المشغل يقبلك سواء للخدمه سواء للستاج. من بعد قسم لي كومبيتونس كيجي قسم ديال لي لونغ. دير اللغه اللي تتقن والمستوى ديالك فيها، وركز على اللغات اللي ضروري وبالاخص الفرنسيه والانجليزيه. وبالنسبه للمستوى حاول انك دير مثلا لونغ ماتيرنال، نيفو اكسبير او كورون، نيفو انترميديير او نيفو ديبيوتون. ومن بعد كاين واحد القسم اللي الاغلبيه ما تيديروش وفيه ممكن دير انشطه ممكن تعطي قوه للسي في ديالك، وهو اكتيفيتي اكسترا بروفيسيونيل. وهذا القسم تيبين على القدرات ديالك في تنفيذ المشاريع ومدى المشاركه ديالك في المشاريع الاجتماعيه والتضامنيه، وتعطي صوره ايجابيه عليك وعلى شخصيتك. وطبعا تيبين بانك تقدر تجمع بين الحياه العاديه والحياه المهنيه بجوج في دقه واحده. شنو ممكن دير في هذا القسم؟ مثلا ممكن دير انك امين صندوق ديال شي جمعيه معينه. هذه النقطه بطبيعه الحال ممكن تبين بانك قادر على اداره الميزانيات وانك انسان ذو ثقه باش ان ديك الجمعيه تعطيك امور ماليه خاصين بها، او انك متطوع في شي جمعيه. كذلك راه هذا النشاط تيبينك انك انسان كريم واجتماعي وعلى استعداد في المساعده ديال الناس. وطبعا هاد الشخصيه ما غاديش تلقى صعوبه في المحيط الخاص بالعمل، وغادي دير بلاصتها دغيا في العلاقات وكذلك الانتاجيه. المهم الا كنتي ممبر في شي كلوب او لا اسوسياسيون ديرها في هذا القسم، ولكن حذاري يعجبك هذا القسم وتبقى تنفخ فيه حتى تعورها. بحال الا كنتي مثلا انك منخرط في 5 ديال الجمعيات، راه في هذه الحاله راه المشغل غادي يقول ان هذا السيد ما غيكونش عنده الوقت الكافي باش يركز في العمل ديالو. حاول تكتب ولكن بلا كذوب، لان الكذوب تيبانوا سواء في السي في سواء في لونتروتيان دومبوش سواء في لا بيريود ديسي. صافي تفاهمنا؟ بركه من نفخ في السي في، الا نفختي غير شويه بركه. واخيرا تيجي قسم اللي كوبي كولي عند كل المترشحين، وهو سونتر دانتيغي، لوكتور، فواياج، سبور. المغرب كامل تيقرا وتيسافر وتيدير السبور. بطبيعه الحال هادشي زوين، ولكن حاول انك تغير غير شويه. راه ممكن شي حوايج تتمتاز بهم انت وعندهم اضافه قويه للسي في ديالك وما غاديش ديرهم. مثلا الا كنتي من صناع المحتوى بحال انك تدير فيديوهات في اليوتيوب ولا عندك مدونه ولا موقع الكتروني، راه هذا الشيء ممكن يكون عنده تاثير ايجابي على الملف الترشيحي الخاص بك، بل ممكن يوجه حتى لونتروتيان دومبوش لهاد الحوايج وتحس بالراحه فيه. مثلا اللحظه اللي كنت نقرا انا قلبت على خدمه في الفاست فود، دخلت ندوز لونتروتيان. السيد اللي كان تيسولني واحد شويه قال لي كيفاش طريقه الربح من اليوتيوب وكيفاش طريقه التقاسم ديال الارباح بين الشركه وصناع المحتوى، حيت شفت في السي في انني تندير فيديوهات في اليوتيوب.
بطبيعه الحال لقاني على درايه بداك الموضوع، ما سكت حتى قال لي جمع ورق وغدا غادي تبدا معانا. بطبيعه الحال كتب اي هوايه تعرف ديرها، وبدلو شي شويه من هاد ليكتور فواياج سبور، لانها ما تتخليش الار اش يشوف جهه هاد القسم في مره. المهم الفيديو ديالي سالا، وما تنساوش ديروا لي ابوني بطبيعه الحال اللي مازال ما دايرش ابوني. وكيف ديما نتمنى انكم تكونوا استفدتوا، ونتمنى انكم تخليو شي تعليق ايجابي ممكن يحفزني انني نخدم على فيديوهات جداد، وكذلك ممكن يخلي الفيديو تقترح على ناس اخرين باش حتى هما يستافدوا. والله يسهل على الجميع، ونشوفوا فيديو جاي ان شاء الله عن قريب. في امان الله.